جربت تعمل حمام بس تلج؟ أنا دكتور محمد حمدي وهقول لك الزتونة في ثواني. مؤخرا بقى في أسلوب جديد في علاج العضلات وبقى في لعيبة كتير بيستخدموه. النوع ده من التعافي ثبت فعاليته بشكل كبير جدا في تخفيف وجع العضلات، وفي دراسة اتعملت في 2011 لفريق قبل سباق الدراجات إنهم قعدوا في التلج 10 دقايق، وده خلاهم يتدربوا التدريب المكثف بأقل ألم عضلي. طب إيه الفرق يا معلم بقى؟ فكرته كلها زي التلج اللي بنحطه في الأماكن المصابة عشان نقلل الالتهابات والتورم اللي في المنطقة المصابة عندنا. كمان حمام التلج ده لمدة 10 أو ربع ساعة لقوا إن بيقلل وجع الأمراض المزمنة زي الروماتويد والنقرس. مش كده وبس، ده أصلا بيقوي المناعة لأنه بيقلل فرص الالتهابات، فمناعتهم بتبقى أقوى بالمقارنة باللي مجربوش الحمام التلج خالص. ودي رسالة للي بيفكروا إن التلج هيخليهم يتعبوا أسرع، فمميزات حمام التلج بقت كتير فعلا. المهم إن الوقت ما يزيدش عشان حرارة الجسم ما تقلش جامد، ويبقى بالتدريب وبالتدريج عشان الأعصاب ما تتأثرش. أنا والله بجربه في كل استحمام. اكتبوا لي في الكومنت بقى هتقدروا تستحملوا قد إيه تقعدوا في التلج.